انا شايف حاجه دايما يعني من وجهه نظري، ايه المشكله لما حد يخش منشاه ما دام مش امنيه ولا حكوميه ولا حاجه هتضر، ولكن الناحيه الثانيه ممكن حد يتعور او حد يصاب، فاهم؟ يعني ايه المشكله بخليه يخش النادي؟ هيعمل في الاخر ده النادي لا هيحرقه بقى، هيخش 5 دقايق يهلل شويه ويمشي يعني. لو ما لقاش عنف مش هيعمل عنف. يعني لو ما لقاش عنف مش هيعمل. هو في الاخر اللي بيروح الزمالك هو جمهور الزمالك، يعني مش هيخش يحرق، هو ممكن يعمل هرج ومرج شويه كده ويمشي يعني. بس انا ما اعرفش فكره ان هو لا مش هيخش النادي، ان كان يعني رؤساء الانديه ما اعرفش فكرهم بيبقى ايه في الموضوع ده. ممكن برضه خلي بالك هم بيبقوا مسؤولين عن عائلات جوه النادي واعضاء، الاعضاء ممكن يقولوا لا مش عايز احمينا يعني. انا ما كنتش في هذا المنصب قبل كده، بس يعني انا كرئيس كنت شايف ان الموضوع الناس هتقف اخرها هتخش شويه تزعق وتمشي. يعني التعامل الامني مش محتاج، انت مش في مظاهره ضد فساد حكومه، يعني مثلا فساد في وزاره مش حاجه كبيره يعني الناس كانت جايه عشان ده جمهور كوره.